مساء الفل. عملت من يومين فيديو اسمه حلم الغربة بنصح فيه اخواتنا المغتربين علشان ما يضيعش منهم السنين ويرجعوا يبقوا نادمين ويقول لك اصل ندهت الغربة خدتني وانتهى الموضوع. اللي ما شافش الفيديو ممكن ينزل في اول تعليق، انا هسيب الرابط بتاعه. المهم، بعد ما عملت الفيديو ده بيوم حصل قدامي موقف وكأن رب العالمين بيقول لي لا خلي بالك، النصيحة مش بس للمغتربين، في نصيحة لازم تقولها لأهاليهم ومعارفهم وأصحابهم ولكل المصريين اللي يعرفوا حد من إخواتنا المغتربين. بمنتهى البساطة، في مطعم جنب البيت عندي بيعمل فول وطعمية وأكلات شعبية، وأنا متعود أرتاد هذا المطعم. ومع الوقت اكتشفت إن الشيف العمومي بتاع هذا المطعم اسمه أبو يوسف، وهو أحد المتابعين ومعانا على السطح. إيه اللي حصل إيه؟ دخلت بسأل عليه، فين ابو يوسف يا جماعه ومش عارف ايه، لقيت الولد اللي هو بيقدم السندوتشات يحطها في الاكياس بيقول لي ابو يوسف ما خلاص. قلت له خلاص ايه؟ قال لي ابو يوسف خلاص راح ايطاليا يا استاذ. قلت له طيب حلو، بس ابو يوسف متجوز وفوق ال 40 خد عياله؟ قال لي لا، راح لوحده يا بخته. فاول ما بقول للشاب ربنا يكون في عونه وفي عون اهله، لقيته بيقول لي ربنا يكون في عوننا احنا. قلت له معاك ان الدنيا كوا والحياه بقت عذاب، بس صدقني الغربه ليها ضريبه ممكن سيادتك ما تستحملهاش. ده في غربه والغربه ترب، ده راجل ساب اهله وساب الاحباب بيبتدي حياته بعد ال 40. لقيت بتاع الكاشير قال لي يا استاذ يبتدي بعد ال 40 احسن ما يدفن هنا وهو في ال 20. قلت له يا سيدي ماشي، ربنا يعين كل الناس، محتاج مننا دعوه تكون طالعه خالصه من القلب. قال لي طيب، وراح جاي مودي وشه الناحيه التانيه. خدت طلباتي وخرجت من المحل وقلت ربنا يسترها عليك يا ابو يوسف، ده انت لسه مسافر، امال لو طولت شويتين. فقلت كأن ربنا بيقول لي اعمل فيديو بقى نصيحه للناس، ومش كل الناس، بعض الناس. تخيل لما انت تبقى مثلا في الغربه ومراتك حامل وتولد المولود الجميل، وهو ما يقدرش ينزل غير بعد مثلا سنتين، فاول طله من عينيه على ابنه اللي فلذة كبده وبيموت فيه هيشوفه بعد ما يكون عنده سنتين. غيره اللي قاعد هنا هو شافه وهو بيتولد من بين ايديه. تخيل بقى في حالة الوفاة لما ما يقدرش ينزل للعزاء ولا الدفنة بتاعت حد قريب. طب تخيل لما تبقى انت قاعد هناك ويجي لك مغص ولا دور انفلونزا، مش هقول كسر ولا بلوى كبير، انفلونزا بس، واترعشت شويتين، لو ما اتغطيتش محدش هيغطيك. تخيل لو انت قاعد وسط اهلك هنا وحد اعتدى عليك، هو بقى في وسط مجتمع هو الوحيد كده قالون مختلف عن الاخرين. لو حد اعتدى عليه، لو البلد دي ما فيهاش حق يجيله بالقانون، هيغلب ومش هيعرف ياخد حقه. او تخيل لما تبقى متجوز وما تقدرش تشوف اهل بيتك غير من سنه للسنه، يعني بمعنى اصح هو متجوز مع ايقاف التنفيذ. لو مش هيقدر يعصم نفسه يعمل ايه؟ طب تخيل بعد سنين غربتك وشقاك وتعبك وترجع في النهايه، لو انت سايب اهلك هنا وما كانوش معاك في الغربه، وتكتشف ان ولادك انت تحولت بالنسبه لهم مكنه اي تي ام. ليه؟ لان المشاعر اختفت. ليه؟ لان هو كان في الغربه ما هوش قاعد معاهم في سنين تربيتهم، ما عاشوش منه احساس الاب او احساس الام. او تخيل لو هو في غربته وفي مثلا معاه مجموعه من جاليه متحدين عليه، المدير بتاعه عمال يزهق فيه، ساعتها هيبقى الوضع ايه؟ لكن ارجع اقول لك ربنا بيكلف كل واحد على قد وسعه. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو، مش كل الناس طبعا بالمنظر ده، لكن في بعض الناس كده هو. ونصيحتي ليهم، قبل ما تبص لغيرك تمنى له الخير، لان لو تمنيت له الخير هيجيلك. وارجوكم ادعوا لكل مغترب ربنا يهون عليه غربته ويصلح حاله ويرجع سالم غانم. وربنا يسترها عليك يا ابو يوسف. سلام عليكم، تتمسوا بالعافيه.